بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، وتحياتي لكل المتابعين. النهارده معانا مباراه الكل بينتظرها في جوله من جولات دوري المتعه والجمال والاثاره والروعه في عالم كره القدم، مباريات الدوري الانجليزي. مباراه هتكون قويه جدا وهامه، لان طبعا كل المتابعين وكل عشاق ليفربول وعشاق الدوري الانجليزي ومتابعي كره القدم في كل مكان، الكل بيتساءل يا ترى المدير الفني ارن سلوت كان طفره في الفوز في الثلاث مباريات مع فريق نادي ليفربول، ولا لا المدير الفني ده متميز وموهبه جديده في عالم التدريب في كره القدم. وده النهارده اللي ان شاء الله هنتابعه مع حضراتكم في حلقتنا. علشان كده بنقول حلقتنا هتكون مختلفه، مش مجرد بس تحليل مباراه نوتنجهام فورست وليفربول. يلا كلنا مع بعض نعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك، كله يفعل الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد اول باول من ملعب السير. نطير بقى على ملعب الانفيلد اللي هيستضيف مباراه ليفربول. المباراه هتكون قويه جدا لليفربول بقياده المدير الفني ارن سلوت في مواجهه شرسه امام المدير الفني نونو سانتو. نتابع مع بعض احصائيات الفريقين. ليفربول في الدوري الانجليزي حتى الان فاز في 3 مباريات، احرز 7 اهداف وما استقبلش ولا هدف. نوتنجهام فورست احرز 3 اهداف واستقبل هدفين، اتعادل في مباراتين وفاز في مباراه وما خسرش ولا مباراه. مواجهات الفريقين الموسم السابع على ملعب الانفيلد، فريق نادي ليفربول فاز بنتيجه كبيره جدا بقياده المدير الفني يورجن كلوب 3-0. المباراه هتكون قويه جدا ومباراه هتكون شرسه، لان المدير الفني نونو سانتو زي ما بنقول كده هو مدير فني كالح خططيا، اسلوب لعبه مش سهل ودفاعي صعب جدا، ده هنشوفه في مباراه ليفربول ان شاء الله. فبالتالي بيحتاج مجهود جبار جدا من الفريق المنافس، وبيحتاج امكانيات عاليه ان انت تقدر تخترق خط دفاعه. هل بقى يا ترى ليفربول مع ارن سلوت هيقدر يفوز على نوتنجهام فورست ولا لا؟ زي ما كل المتابعين بيقولوا ده ليفربول كان مجرد طفره، وده اللي دلوقتي بقى هنتابعه مع حضراتكم ونركز قوي في تحليلنا دلوقتي للمباراه. الميزه اللي هنتكلم عنها بالنسبه للمدير الفني ارن سلوت، وده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده في حلقتنا، انها هتكون مختلفه مش مجرد تحليل المباراه، ان احنا بنلفت انتباه حضراتكم انه في حاله لو انت كمدير فني عايز تهاجمه من الخطوط الخلفيه وتعمل عليه ضغط عالي، بيقدر يلعب كره من تحت وبيلعب كور طويله وعنده سرعات على الاطراف بالنسبه لاجنحه محمد صلاح وديوجو جوتا او لويس دياز. فبالتالي هيكون صعب جدا ان انت تعمل عليه ضغط عالي، وخاصه ان نوتنجهام فورست ما يقدرش يعمل ده لانه عنده بطء في خط الدفاع. فبالتالي ده السيناريو هيكون صعب على فريق نوتنجهام. النقطه الثانيه، ليفربول الحقيقه مع المدير الفني ارن سلوت عنده ايضا لمحه خططيه متميزه، ودي تابعناها امام مانشستر يونايتد. لما فريق مانشستر يونايتد كان بيدافع من وسط ملعبه من خط دفاعه، كان فريق نادي ليفربول بيعمل عليه ضغط عالي بشكل كبير جدا، وبيعمل زياده عدديه، وبيكون شكل هجومه متميز جدا وعنده مهارات فرديه عاليه. لو بنتكلم على محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، ماكاليستر، لويس دياز، ارنولد اللي بيتقدم معاهم، فبالتالي الامور بتكون صعبه جدا على اي دفاع. ده غير طبعا ان في انسجام مختلف بالنسبه لفريق نادي ليفربول، يمكن ما شفناهوش مع يورجن كلوب الحقيقه. في جماعيه عاليه جدا وبيعرف يهدي رتم وايقاع المباراه، وامتى يسرع المباراه وامتى يهدي رتم المباراه. ده غير طبعا ان هو الحقيقه بالنسبه للاحصائيات عنده خط دفاع قوي جدا ما استقبلش ولا هدف. وضعيته الدفاعيه في حاله هجوم المنافسين عليه بتكون متميزه جدا، والفريق بيكون قافل من منطقه وسط الملعب بشكل قوي، وبنشوف محمد صلاح وبنشوف لويس دياز بيرجعوا وبيقدروا ان هم يضغطوا مع اللعيبه ويستخلصوا الكوره. فالحقيقه بيعمل استخلاص عالي جدا من منطقه وسط الملعب. علشان تهاجم فريق نادي ليفربول هيكون صعب، لان انت محتاج لعيبه متميزه جدا، فبالتالي الامور هتكون صعبه جدا على فريق نادي نوتنجهام فورست. عشان كده انا برجح السيناريو الاول لاداره المباراه، هو ده اللي هيكون ان شاء الله سيناريو الانتصار بالنسبه لفريق نادي ليفربول، انه فريق نادي ليفربول هينزل المباراه بيهاجم من البدايه، هيحاول يخطف هدف. الهدف اتاخر مفيش ادنى مشكله، بيقدر ان هو يتحكم في ايقاع المباراه، ومن خلال الثلاثي الامامي اللي اعتقد انه بنسبه كبيره هيثبته ديوجو جوتا ولويس دياز ومحمد صلاح، اعتقد قادر ان هو يدير المباراه بشكل جيد جدا، وقادر ان هو يحقق انتصار قوي. وهنا بقى هتظهر الكلاحه الخططيه لنونو سانتو، انه هيتلاقوه بنسبه كبيره جدا في المباراه بيقفل بكل فرقته في الخطوط الخلفيه، فبالتالي هيكون في زياده عدديه كبيره جدا. وهنا بقى اللمحه اللي هتوضح لنا امكانيات المدير الفني ارن سلوت، ازاي هيقدر يخترق الدفاع الصعب ده في حاله لو ليفربول ما سجلش هدف من البدايه والامور اتاخرت معاه. لكن مباراه ان شاء الله هتكون جميله جدا، مباراه هتكون قويه كلنا هنستمتع بيها، وهتكون مواجهه فيها شغل خططي كبير جدا.